بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نبدا بالصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. نبدا معاكم ان شاء الله النهارده برج الدلو، بس بالله عليكم ما تنسوش باللايكات عشان اللايكات بترفع الفيديو. واللي مشتركش معايا فضلا وليس امرا يا ريت تشترك في قناتي. توقعات الابراج مع الحب باذن الله. وان شاء الله ان شاء الله يعني انا بحاول ان انا يعني ربنا ان شاء الله يكتب لكم الخير باذن الله. نبدا معاكم ان شاء الله برج الدلو. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بالفنجان. سيب الطبق بقى هنقرأه تاني وهنقرأه بس ما نخلص الفنجان بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بس دوت اهو. بص يا برج الدلو، اول حاجه هنقول الطاقات ايه كويسه اللي هي موجوده عندك في الفنجان باذن الله. اول حاجه يا برج الدلو ان شاء الله عندك، بص عندك طاقه حلوه اهي. شوف الطاقه بتاعتك جميله اهي، شفتها على الفنجان اهي، على حافه الفنجان. عندك ما شاء الله 3 طاقات، يعني انت عندك طاقتك ربانية. يعني ايه؟ في بعض منكم عنده طاقات ربانية اللي هي الروحانيات، اللي هي دايما بتظهر اكتر الوقت، بتظهر في فنجانك يا برج الدلو. لان انت فعلا انسان طيب جدا يعني وانا بحب برج الدلو جدا لانه طيب. يعني هو قد ما هو طيب بس دايما يعني بياخد بياخد فوق راسه بمعنى اصح. فهو من طيبته فهو بتعمل معاك كده يعني. فمعلش بقى برج الدلو، بس انت فعلا من احسن الابراج عندي على قلبي اهو. بص ما شاء الله اهو. ده كمان 4 طاقات، ده واحد بس. الطاقة دي انت عندك الطاقة اللي هي الروحانية، اللي انت مثلا ايه ما بتقول اي حاجة بتحصل. ما مثلا ايه لما تدعي على يعني حد ظلمك او حد كسرك او اي حاجة، فانت ربنا بيجيب لك حقك منه اول باول ان شاء الله. ربنا ينصرك باذن الله. وعندك كمان يا برج الدلو كمان اهوت، ما شاء الله عندك طاقة كويسة جدا جدا جدا. عندك طريقك بسم الله ما شاء الله، الطريق بتاعك سالك ما شاء الله. 3 اهمت. عندك يعني ان شاء الله خير بإذن الله، الخير قادم بإذن الله. رغم ان انت دايما يا برج الدلو حزين حزين، وقلت لك خلي بالك من نفسك، خلي بالك من صحتك في تدهور. يعني انت دايما مش بتخلي بالك من صحتك خالص. وعندك كمان يا برج الدلو عندك على الطريق بتاعك ربنا يفرج عليك، بس انت شوف عندك بص حد ماسك لك اهوت حاجه زي عايز ينتقم منك. فحد عدو ليك بيكرهك جامد جامد يعني اهو. ماسك لك ايه؟ شوف ماسك ايه؟ شاكوش ولا ماسك؟ هو ماسك مطرقه، ماسك حاجه. المهم هو ماسك هو حاجه عشان نفسه يخبط يعني. الوقت بيصدر لك وش لوشه، وش يعني ازاي يعني؟ عايز يضربك في وشك يعني. ما عادش همه حاجه يعني. إيه انت ما عدتش يعني. انت كشفته بمعنى اصح، كشفت الانسان ده كان مخادع وكان كذاب، بيكذب عليك وقاعد يمثل عليك دور الضحيه، اللي هو دايما يعني دايما ايه صاحب ليك ووفي ومش عارفه ايه. بس انت كشفته اهو، وهو هيموت منك غيظ وعايز ينتقم منك اهو. ماسك لك اهو في وجهك يعني في وشك، عايز يضربك في وشك، ما عادش همه اي حاجه. بس ربنا ان شاء الله ينصرك عليه باذن الله. بس احلى حاجه في الموضوع اللي انت عرفته هو مين. واللي كانت بتحرض الموضوع ده كله كانت واحده اهي، وراهم برضه اهي، شايفينها اهي. اهي انا مش عايز اصور عشان انت عامله ازاي حرباية اعداله. دي اللي محرضه للانسان ده، للشخص ده اللي هو ولع منك نار. انتوا في حاجه، انتوا يا اما انتوا لا قدر يعني انتوا اصحاب قوي، يا اما لا قدر يعني مش عايزه اقول اخوات يعني اهو. المشاكل بينكم انتوا 3، هي واحده اللي بتحرضكم، يا اما مراته يا اما بقى اخته يا اما هي في واحده هي اللي عامله المشاكل دي كلها. تمام. وعندك كمان يا برج الدلو اهو كمان عندك شفت الطبق بتاعك عندك فعلا عندك اعداء عدوين كتير كتير كتير، مش عارفه ليه يعني. اكترهم يعني برضو الاعداء هم اصحابك في ورا بعضهم جايين ورا بعض رصه واحده. ربنا ينصرك عليهم باذن الله، بس ربنا يخلصك منهم باذن الله. وربنا بيكشف لك حقيقتهم واحد واحد، مع انك انت دايما مظلوم دايما يعني الناس ظلماك. بس ان شاء الله ربنا ينصرك عليهم باذن الله. ربنا بيطلعك من كل مأزق ب... يعني ربنا بينصرك عليهم. رغم ان هم يعني بيكيدوا لك مكايد كتير، بس ربنا بينصرك عليهم ان شاء الله. وغير كده كمان اهو. بس انت عندك برج دلو في ان شاء الله في فرحة عندكم اهي. في اهو في زواج اهوت لبعض منكم اهوت ان شاء الله. في خطبة، في زواج، في فرحة كبيرة في قلب دارك ان شاء الله. ربنا يرزقك ان شاء الله فرح
كبيرة بإذن الله. فرحكم جميعا بإذن الله يا رب. ده كمان بصوا، او زي ما انا قلت لكم، شوفوا حتى عندكم اهو، زي ما انا قلت لكم انا مش هقول بقى اعمال ولا الكلام ده، لا، اللي فيه ظاهر بقى النهارده اهو الحسد. عندكم حسد وعيون، شوف العيون ظاهره في قلب الفنجان من جوه، دايما ظاهره عندكم اهو. اهي تمام، يعني يكفيكوا شر الحاسدين والحاقدين باذن الله يا رب العالمين. ربنا يطلعكم منها على خير. وطبعا عندكم نقوش كمان، هي النقشه كمان اهي كمان. عندكم دايما بيظهر لكم حرف الار اهو، شايفينه اهو في الجنب اهو تحت صابع على طول. ده حرف الار دايما بيظهر لك يا برج الدلو. هل هو حبيب بقى، هل هو عدو، الله اعلم. بس البرج الحرف الار ده ظهر لك دايما، بيظهر لك بقاله فتره في الفنجان. يعني النهارده برضو ظهر لك حرف الار اكتر حاجه. حرف الام ظهر لك النهارده خالص في فنجانك. فربنا ان شاء الله ينولك كل اللي انت تتمناه يا برج الدلو، وان شاء الله ربنا ينصرك عليهم ولعدوينك باذن الله. بس ان شاء الله في خير قادم باذن الله اهو. شوف طريقك ما شاء الله اهو، ربنا فاتح لك سكتك وعندك طاقة نور اهيت زي ما انا قلت. يعني ان شاء الله خير باذن الله. انا حبيت اوريها لكم بس واحده واحده كده، عشان ايه تتعلموا برضو. اللي عايز يتعلم برج الدلو ان شاء الله اي ابراج يعرف الحاجات، يعني النقشه بتاعتها ان شاء الله. ده بالنسبه للفنجان. هنبدا بالطبق. بسم الله. انا مرضيش يعني ان انا ابدا بالطبق، لان الطبق فيه حاجه سبحان الله ظاهره غريبه. يعني دايما بيظهر لك شو الاعداء ظاهرين وش كده عندك ان شاء الله يا برج الدلو. انا هقول لك ايه حاجه. بص يا برج الدلو، انت عندك، شوف ده، انت عندك بص ده عدوة اهي، شايفين عامله ازاي تعبانه. سبحانك يا رب، سبحان الله. اهي العدوة ديت سبحان الله بحرف اهي حرف الاتش ايت وحرف يعني هما الاتنين ظاهرين لك اهو. شايفينها نايمة ببطن، يعني نايمة ازاي، على نايمة في حياتك، عايشة يعني عايشة في حياتكم. يعني واحدة قريبة اهي، شايفينها اهو. انا ما بجيبش حاجة من عندي اهي. تعبانة هي، عاملة نفسها ملاك، هيئة ملاك، بس هي تعبانة اصلا سبحان الله. وواحدة تانية زهرة تانية في ديلها برضه بيتكلموا من وراك كتير يا برج الدلو. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. اهي شفتوا. وغير كده اهو في بعض منكم اهوت، في عندكم في حد منكم عنده محكمة. البعض منكم في محكمة ان شاء الله، في قضية، في حاجة ان شاء الله، بس ربنا ينصرك بإذن الله. والتعبانة دي هي سبب اصلا البلاوي دي كلها، هي سبب القواضي وسبب النصايب اللي بتحصل دي. بس هي عاملة نفسها حبيبة، بس احذر منها بالله عليكم. شوف شكلها عامل زي انتوا ادرى بيها، عاملة ملاك وشها بريء، بس هي نار الله موقدة على الارض شايفينها. وكمان عندك اهوت، انا بقرأ اصلا فنجان اول باول معاكم اهو. وعندك كمان يا برج الدلو، عندك ما شاء الله عليك، ربنا يحميك يا رب. ربنا بيحميك، بيطلعك بكون كل حاجة سبحان الله. يعني لا اله الا الله. طلع لك حرف الله، كلمة الله قصدي، لا اله الا الله اهي. ربنا يا رب يكتبها لك ان شاء الله. ربنا بيحفظك، بيطلع يعني ربنا هيطلعك بيطلعك من كل كده، يعني من كل حفر بيحفرها لك، ربنا بيطلعك منها اهي. لا اله الا الله، شايفينها. وغير كده كمان اهو بص، يعني ايه ربنا ان شاء الله ينصرك عليهم. معنى كلمة ظهر لك كلمة الله لا اله الا الله لفظ جلالة، ان شاء الله خير باذن الله. ربنا ينصرك باذن الله في حياتك ان شاء الله اللي جايه، ويبعد عنك كل شر باذن الله، كل سوء. وعندك كمان زي انا قلت اهو، تشوف حتى اللي في قلب الطبق برضه اهو، شوف ظهر لك ايه اعداء برضه كتير اهو، تعبين وحاجة، يعني تعبين محوطاك في كل حاجة يا رب. بس ربنا بيخلصك منها بإذن الله، ربنا يطلعك من المأزق اللي انت فيه ان شاء الله على خير. بس انت قول يا رب، وان شاء الله يبقى خير ان شاء الله. ما دام ظهر لك كلمة الله في الفنجان، يعني ما شاء الله ما شاء الله عليك، يعني ان شاء الله خير. ربنا معاك بإذن الله، ربنا يطلعك من العدوين. شوف الأعداء محوطينك في كل حاجة،
في حياتك، بس ربنا شوف نصرك عندهم، ربنا يجعل كيدهم في نحرهم ان شاء الله. اهم حاجه انا وصلت معايا لاخر الفيديو، ما تنسوش بقى باللايك بالله عليكم، وان شاء الله خير، ربنا يسعدكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.